السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم القراءة العربية للصف السادس ابتدائي. وصلنا إلى صفحة 30. بهلول والناس. كان بهلول من سكان القرية يملك حمارا. كان بهلول من سكان القرية يملك حمارا. وفي يوم من الأيام أراد أن يبتاع بعض الحاجات من سوق المدينة، فطلب من ابنه أن يجهز الحمار ليذهبا به إلى المدينة وينقلا على ظهره ما يشتريان. سار بهلول وابنه خلف الحمار، ولما دخلا المدينة رآهما بعض الناس، فسمعاهم يقولون: انظروا إلى هذين المخبولين يمشيان خلف الحمار ويتركانه يسير وحده ولا يركبانه. فطلب بهلول إلى ابنه أن يركب الحمار، فركبه وسار أبوه خلفه. ولما وصلا منعطف الطريق مر ببعض الجماعة يجلسون على قارعة الطريق ويثرثرون، فسمعاهم يقولون: هذا الغلام الذي يركب الحمار ابن عاق يركب الحمار ويترك أباه يمشي وراءه، ويله من عذاب الله. فطلب بهلول من ابنه أن يفسح له مجالا على ظهر الحمار ليركب معه. ركب بهلول ظهر الحمار خلف ابنه وسار بهما، وقبل أن يصلا سوق المدينة رآهما جمع من الناس، فسمعاهما يقولون: أين الشفقة وأين الرحمة؟ ما أقسى قلبي هذا الرجل والصبي، كلاهما يركب على ظهر الحمار المسكين ولا يرحمانه. فقال بهلول لابنه: ليس أمامنا إلا أن ننزل من الحمار ونحمله على ظهورنا. قصة بهلول والناس هي قصة هادفة تبين ثرثرة وكلام بعض الناس من الكلام: عاق، غير مطيع، ناكر الجميل.